أكتر من 95% من المتداولين في الشرق الأوسط بيخسروا في التداول، وللأسف لأسباب كتيرة جدا لا تخص التداول. في الفيديو ده بقى أنا هقول لك على الأسباب اللي تتجنبها علشان تنجح في التداول. أول حاجة هو الوسيط المالي. الوسيط المالي هنا بيلعب دور محوري في نجاحك في التداول. في عندنا نوعين من الوسيط المالي، الاي بوك والبي بوك. الاي بوك هو اللي بياخد الصفقات بتاعتك وبيمررها للسوق الحقيقي، وهنا هو مش بيتلاعب نهائي في التداول. اما البي بوك واللي هو اكتريتهم موجودين في الشرق الاوسط، دول مش بيمرروا اصلا الاوردرات بتاعتك للسوق الحقيقي في التداول، بل بالعكس بيكونوا بيتداولوا قصادك. يعني انت لو كسبت بتكسب منهم، ولو خسرت بتخسر ليهم. يعني انت لو كسبت البي بوك بيخسر، ولو خسرت البي بوك بيكسب. ضروري جدا تتجنب النوع ده من البروكرز في التداول، وللاسف هم دول اغلبيه البروكرز اللي موجودين في الشرق الاوسط. بس المشكله هنا مش بتتوقف على البروكرز وبس، على الوكلاء كمان اللي بيشتغلوا مع البروكرز دول، وهم دول اكتر ناس بيأثروا عليك في التداول، لان بكل بساطه هو ده الشريك اساسا بتاع البي بوك. اديك مثال، مثلا في الاي بوك انت بتتداول في حساب حقيقي في سوق حقيقي، بيمرر الصفقات بتاعتك لسوق حقيقي مع ناس حقيقيين بيتداولوا، وهنا العموله بتاعته مش بتكون كبيره وما بيكونش فيه تاثير نهائيا على عمليه التداول بتاعتك، وبالتالي دي حاجه مش بيكسب منها الايجنت او الوكيل اللي بيشتغل مع البروكرز دول. عشان كده هو بيشجعك على النوع الثاني اللي هو البي بوك. البي بوك بقى هو مش بيمرر الاوردر بتاعك نهائيا للسوق الحقيقي، بالعكس هو بيكون بيتداول قصادك اصلا، وبالتالي تخيل كده انت بتتداول قصاد البروكر اللي انت المفروض هو بيساعدك عشان تنجح في التداول. مستحيل يكون عايزك تنجح في التداول لان خسارتك مكسب ليه، والوكيل هنا بيشجعك انك تعمل ايداع هنا لان العموله بتكون اكتر، لان طبعا لما تخسر راس مالك البروكر هيكسب، وبالتالي الوكيل نسبته هتكون اكتر. وهتلاقي دايما الوكيل بيشجعك انك تعمل ايداع براس مال اكتر وتفتح صفقات اكتر بكتير جدا، وبالتالي هتلاقيه بيديك صفقات كتيره جدا على جروب التليجرام اللي انت موجود عليه. وانا بقول لك ده فخ كبير جدا انت بتقع فيه في التداول للاسف، لان انت فاكر ان بالطريقه دي هتحول ال $100 لمليون دولار، او حتى $10,000 او $1000 في اقل من اسبوع زي ما الناس بتعمل في الاعلانات بتاعتها. وانا هنا بتكلم على الوكلاء اللي بيتعاملوا معاك بشكل مباشر بالطريقه اللي انا بقول لك عليها دي. لكن خليني اقول لك على طريقه تانية اسوأ بكتير جدا من الطريقه دي، الطريقه اللي بيبان فيها الوكيل ان هو خايف على مصلحتك وبيقدم لك محتوى مجاني. مش بعيب في المحتوى المجاني، لكن بعيب على الطريقه اللي هو هيستغلك بيها من المحتوى المجاني ده. فهو بيقدم لك محتوى مجاني عشان تعمل ايداع مع البروكر او الوسيط اللي هو بيتعامل معاه عشان يدخلك في الجروب اللي هيديك منه الصفقات اليوميه. وانت هنا بتقع في الفخ الكبير جدا. مش تدفع ثمن الكورس ومش تدفع ثمن الخدمات دي، لكن في الواقع انت بتدفعها واكتر بكتير جدا مما انت متخيل، لان في النهايه انت اصلا مش هتكسب. وبالتالي لما يجي حد يقول لك على وسيط مالي لازم تدرس الوسيط المالي ده كويس جدا قبل ما تعمل ايداع فيه بدولار واحد. وما تقلقش انا عندي الحل اللي يعرفك ازاي تختار الوسيط المالي بشكل صح. بس خليني اقول لك على حاجه مهمه جدا متعلقه بيك انت. للاسف اغلبيه المتداولين فاكرين ان هم يعملوا ارباح كبيره جدا براس مال صغير او بعدد صفقات معينه هيعملها بشكل يومي، وان في واحد تاني هو اللي بيديله الصفقات دي. وانا عايز اقول لك ان العقليه دي للاسف هي اللي بتؤدي لخساره اكتر من 95% من المتداولين. ان هو بيدور على الطريق السهل، ان هو يكسب من $500 $5000 في اسبوع واحد، والكلام ده مش حقيقي. فبتلاقي نفسك وقعت في الفخ بتاع الوكلاء دول والوسطاء اللي هم بيتعاملوا معاهم، وبتلاقي نفسك في النهايه خسرت كل راس مالك. وبتلاقي الوكيل بيقول لك جملته المشهوره: انت خسرت عشان انت داخل براس مال قليل. لازم تعمل ايداع تاني، لازم تحضر المحاضرات اللي انا بعملها، لازم تدخل تاخد الصفقات اللي انا بديها لك. لكن في الواقع حتى لو انت محترف عمرك ما هتقدر تنجح مع الوسيط ده او الوكيل ده. عايز تعرف بقى ازاي تتجنب كل الكلام ده وتختار الوسيط المالي بشكل صح؟ اكتب لي في التعليقات اي بوك وانا هجهز لك فيديو كامل ازاي تختار الوسيط المالي اللي بيشتغل بالنظام ده، وازاي تتجنب عمليه النصب الكبيره اللي انت وغيرك بيقعوا فيها من الوكلاء والوسطاء البي بوك. اعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك الفيديو الجديد عن ازاي تختار الوسيط بشكل صح.